يا صباح الخير والورد والفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وسعاده وراحه بال. صلوا على حبيب قلبكم يجيب نهاركم سعيد. ربنا يا رب يجعل يومكم كده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. روتين جديد وفيديو جديد النهارده ان شاء الله يعجبكم. النهارده بقى الجمعه حبايبي، ولاد قاعدين بقى النهارده، يعني مش قاعدين بقى طول اليوم بس قاعدين ساعتين كده. قلت بقى ايه لازم انزل بقى بدري كده احلب الجاموسه واعمل لهم بقى احلى صينيه رز معمر النهارده علشان يفطروا بيه. هما طبعا بيروحوا المدارس والدروس وبيفطروا بقى بيبقوا على اللقمه ديت لحد ما يجوا اخر النهار. فقلت اعمله لهم بقى النهارده على الفطار. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر ان شاء الله الفيديو يعجبكم جدا جدا. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك ويلا صلوا على النبي وتعالوا شوفوا انا بعمل ايه. عايزه منكم شويه نشاط شويه حيويه. ان شاء الله كل يوم بقى كده يتوضى ويصلي وكمان يشغل اذاعه القران الكريم. ويولع بقى كده عود بخور في المكان. وكمان اهم حاجه الصلاه 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 الصلاه. الصلاه يا حبايبي هي اللي بتخلي الواحد يعني كده ايه يفك كل الحاجه هو متضايق منها بصراحه. وكمان قرايه القران، الحاجتين دول هما اللي هينفعونا في اخرتنا والله. ملكوش دعوه بالتليفونات دي هي مش جايبه همها. تعالوا بقى شوفوا انا بعمل ايه دلوقتي. بصوا بقى اول حاجه كده، شربت الجاموسة بقى مية وبعد كده حطيت لها اكل علشان طبعا لما اقعد احلبها تكون واقفة كده وهادية كده ونادية. ما كنتش بقى تعمل لي خيلة ولا تفرك ولا تعمل عفرطة كده ايه وتتشاق او ممكن تدوس على رجلي. قلت لا خلاص بقى نقعد بقى كده نحنن. بصوا بقى بقعد بقى كده ايه امسك الدرة بتاعتها كده واشد فيها كده زي ما انتم شايفين لحد ما بسم الله ما شاء الله السرسوب بتاع اللبن بيبدأ ان هو ينزل. بعد ما سرسوب بقى اللبن نزل، عملت بقى ايه، جبت الحلة بتاعتي اهوت جهزتها وبدأت احلب فيها. انا طبعا بحلب في حلتين، حلة اللي شفتها في اول الفيديو وديت حلة تانية. الفكرة في ايه يا حبايبي؟ الفكرة ان الواحد لو الجاموسة عملت اي حركة كده برجليها او خبطتني او عملت حركة كبت اللبن، مش اللبن كله يروح عليا او يضيع. لا يبقى انا عندي كده حلتين. لو حلة منهم وقعت او جرى حاجة ولا مشكلة حصلت مشكلة يبقى انا برضو عندي حلة تانية. يبقى انا بقى ايه ما ضيعتش اللبن كله. بعد بقى كده يا حبايبي بصراحة، النهاردة الجمعة هما ايه قالوا النهاردة ماما عايزين نفطر رز معمر، ويعملنا كمان جنبه شيبسي وبيحب ياكلوا كده معاه مخلل. يعني بعمل الرز المعمر مالح مش بعمله حلو. فقلت بقى ايه مفيش مشكلة. انا والله يا حبايبي بحب اصحى بدري، اخلص شغل بيتي، الف كده زي 3 4 ساعات الصبح اخلص كل اللي ورايا. وبعد كده بقى ايه يبقى عندي بقية اليوم اعمل فيه اللي انا عايزاه. بصوا هتلاقي ان الساعة الصبحية ديت هي اللي فيها البركة. تحس ان كام ساعة دولت بيعدوا عليك بتنجزي فيهم كذا حاجة مع بعض. فالشغلة البدرية فعلا منسية. بعد ما خلصت بقى كده وخدت اللبن اهوت، خدت منه شوية حطيته على النار يغلي. وهنا بقى كان عندي الرز اهوت كيلو من الرز، غسلته وصفيته كويس من المية وحطيت له رشة من الملح. وطبعا اول هشوحه كويس كده جدا وبعدين هنزل عليه باللبن السخن بتاعي. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما احط اللبن يسخن حطيت شلت القشطه اللي كانت، كان عندي بقى معلقتين من القشطه، كنت شايلاهم برضو من على وش اللبن بس من لبن تاني مش نفس اللبن. بعد كده بقى بروح جايه مقلبه بقى الرز كده في اللبن. بحاول ان أنا اسوي الرز ما يبقاش رز باين من اللبن وما تبقاش كمان عشان ميبقاش حته عاليه وحته واطيه في الصينيه. لقيت عفشية اهوت كده بشيلها بصوا اهيت. بعد كده بقى عارفه عايزه اقول لكم ان انا حطيت كمان معلقتين قشطه وانا بشوح الرز في الاول خالص. بصوا بعد كده بقى لو انت عايزه بصوا القشطه اللي انا بقول لكم عليها اللي انا واخداها من على وش اللبن اروح كده بس منزلاها. واهم حاجه ان انا مولعه الفرن من تحت وفوق اسيبه على الارضيه بتاعه الفرن لمده ربع ساعه وبعد كده اطلعه على الشبكه من فوق. اوطي النار خالص من تحت وفوق. اول ما ياخد الوش الجميل اللي انتوا شايفينه ده بطفي الشوايه من فوق وبيكون الرز بقى كده ايه استوى معايا بقى وكده وبقى جاهز. تعالوا بينا بقى يا حبيب قلبي كده. شايفين بقى احلى صينية رز ممكن تعمليه؟ لو انت عايزة تعمليها في طاجن الفخار اعمليها في طاجن الفخار عادي مفيش مشكلة. انا بصراحة عندي واحد بس انا بكسل اعمل فيه، بستسهل اعمل الصينية. بعد بقى ما خلصته كده هجيب بقى اهوت معلقة ونشوف بقى اخبار الرز بتاعنا ايه دلوقتي. ويلا بقى ايه صباح النشاط عليكم. قوموا بقى كده ايه اعملوا كده صينية رز جميلة زي ديت بقى كده للفطار.
يوم الجمعة كده وتقعدوا بقى بألف هنا وشفا تاكلوها مع بعض. شايفين الرز بقى شكله عامل ازاي ولا أرضية بصوا لا الرز ملسوع ولا في أي حاجة، بسم الله ما شاء الله عليه. أحلى رز معمر فلاحي ممكن تعمليه على طريقة سمسم. والله يا حبيبتي كمان مفيش أحلى من اللمة. ان انت لما تلمي جوزك، يعني مش تلمي جوزك يعني حاجة اللمة يعني اما تقعدي كده انت وجوزك وولادك كده على الطبلية وتاكلوا أكلة حلوة زي ديت، بصوا وما كلفتكيش أي حاجة. تنفع برضو للعشا، مش شرط ان انت تعملوها في الفطار. انا مبحبش اعمله حلو. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.